أقول عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنشرح أول درس في الترم التاني. طب الدرس ده بيتكلم عن إيه؟ أو اسمه إيه؟ اسمه نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا. طيب، طبعا زي ما احنا عارفين إن السكان هي الحاجة الأساسية لتنمية أي مجتمع وتطويره. عشان كده إن احنا ندرس إحصائيات السكان وعددهم ده ليه أهمية كبيرة. طب ليه بقى ليه أهمية كبيرة؟ عشان ده بيساعدنا نفهم التغيرات السكانية. طب ليه؟ عشان الدولة تقدر تحط خطط عشان تلبي احتياجات السكان من ناحية بقى المدارس والمستشفيات وفرص العمل وهكذا بقى. طيب، أول حاجة بقى هنتكلم عنها وهي النمو السكاني في قارة أفريقيا. قارة أفريقيا بتيجي في المرتبة التانية في عدد السكان بعد قارة آسيا. طب عددهم كام بقى؟ عددهم 1.5 مليار نسمة، يعتبر خمس سكان العالم. ومتوقع بحلول سنة 2050 نوصل ل2.4 مليار نسمة. بيقول لك بقى إن عدد سكان أفريقيا بتتضاعف تقريبا كل 3 عقود، يعني كل 30 سنة. طب إيه بقى اللي يثبت الكلام ده؟ إن هم عملوا تعداد من سنة 1975 لحد سنة 2005، لقى إن عدد السكان بيتضاعف، ومتوقع إن هو يتضاعف تاني بحلول سنة كام؟ 2035، وهكذا بقى كل 30 سنة بنتضاعف. بعد كده بقى هنتكلم عن أكبر الدول الأفريقية في عدد السكان، يعني أكتر دول فيها سكان. قال لك بيجي في المركز الأول نيجيريا، في المركز التاني أثيوبيا، المركز التالت مصر. طيب، إيه هي أسباب الزيادة السكانية؟ قال لك عندك سببين: أول حاجة الزيادة الطبيعية، تاني حاجة الهجرة، أو بنقول عليها الزيادة الغير طبيعية. طيب، أول حاجة هنتكلم عنها وهي الزيادة الطبيعية. يعني إيه زيادة طبيعية؟ هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. يعني بنطرح عدد المواليد من عدد الوفيات، بيطلع لنا عندنا زيادة طبيعية قد إيه. طيب، هنتكلم عن عدد المواليد. تعتبر أفريقيا هي أعلى قارة من حيث عدد المواليد. طب ليه الكلام ده بقى؟ قال لك عشان 3 أسباب. أول حاجة كثرة الإنجاب، بنجيبوا عيال كتير. تاني حاجة الزواج المبكر، بياخدوا البت 18 سنة يجوزوها، فطبعا طول ما هي بتتجوز وهي صغيرة بتتخلف أكتر. تالت حاجة بسبب ضعف تنظيم الأسرة. طيب، ويعتبر أكتر دولة فيها عدد مواليد في العالم هي النيجر. بعد كده هنتكلم عن معدل الوفيات. يقول لك بقى يا سيدي انخفض معدل الوفيات في أفريقيا لحد ما بقى قريب من المعدل العالمي. إيه بقى الدول اللي فيها عدد وفيات ياما؟ قال لك أول 3 دول علينا هما إيه؟ الأولى نيجيريا، التانية تشاد، التالتة لسوتو. طيب، إيه بقى سبب ارتفاع نسبة الوفيات ده بقى؟ قال لك بسببين: أول حاجة انتشار الأمراض في الدول دي، تاني حاجة ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال. طيب، هنا بقى بنستنتج حاجة، إن الزيادة الطبيعية في قارة أفريقيا مرتفعة جدا بالنسبة للمعدل العالمي. ليه بقى؟ إن إحنا بقى عندنا عدد مواليد عالي جدا وعدد الوفيات بيقل، فأصبح بقى عندك معدل مواليد ياما. فلما هنيجي نطرح الاتنين من بعض هنلاقي المواليد أكتر، يبقى أصبح هنا عندك زيادة طبيعية مرتفعة. طيب، إيه بقى أكتر الدول اللي سجلت معدل زيادة طبيعية؟ قال لك عندك دولتين: الأولى الصومال، التانية النيجر. وعلى الرغم بقى من ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في أفريقيا، لأن هو انخفض شوية من سنة 1970 لحد سنة 2023. طب ده ليه بقى؟ عشان اهتمت الدولة الأفريقية
بثلاث حاجات. أول حاجة ضبط النمو السكاني. تاني حاجة تطوير النظم الصحية اللي هو بيطوروا المستشفيات. تالت حاجة بقى الاهتمام بصحة الأم والطفل. تاني حاجة بقى هنتكلم عنها وهي الهجرة أو الزيادة الغير طبيعية. بيقول لك بقى يا سيدي إن الهجرة الخارجية دي بتأثر في توزيع السكان في أفريقيا، وبتتمثل في حاجتين. أول حاجة الهجرة الوافدة اللي جاية لأفريقيا، والهجرة المغادرة أو النازحة من أفريقيا، سواء الناس اللي بتيجي لأفريقيا أو الناس اللي بتروح برا أفريقيا خالص. طيب بالنسبة للهجرة الوافدة لأفريقيا، قال لك أولى الدول جذبا للسكان في أفريقيا هي جنوب أفريقيا. طيب هنتكلم بقى بالنسبة للناس المغادرة أو الناس اللي طالعة برا أفريقيا، خاصة الناس اللي بتروح أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج. الناس دي بتمشي ليه بقى؟ قال لك لثلاث أسباب. أول حاجة بيدوروا عن فرص عمل كويسة وتحسين مستوى المعيشة، عايزين يشوفوا شغل كويس. تاني حاجة بيدوروا عن فرص تعليمية أحسن. تالت حاجة بقى بيهربوا من الحروب اللي بتحصل في بلادهم والمشاكل السياسية زي اللي بتحصل حاليا في السودان. والنتيجة بقى للأسباب دي في ناس ياما بتلجأ للهجرة الغير شرعية. طيب يعني إيه بقى هجرة غير شرعية؟ هي انتقال الأفراد بين الدول بطريقة غير قانونية، سواء عبر الدخول إلى دولة من غير تصريح أو بتجاوز مدة الإقامة القانونية. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الناس تسافر وهي معاش ورق، أو الناس بتسافر بورق والإقامة بتاعتهم تخلص ويفضلوا قاعدين. طيب إيه النتائج بقى اللي ترتبط على زيادة الهجرة من أفريقيا لأوروبا؟ قال لك ده أثر سلبا على استقرار وأمن الدول. طب هل بقى الناس اللي بتهاجر دي هل مش بتقابلهم أي مخاطر؟ لأ أكيد بتقابلهم طبعا. طيب زي إيه مثلا؟ قال لك زي اللي هما ممكن يغرقوا في البحر، أو ممكن يستغلوهم في نص الطريق، وحتى لو وصلوا الدول اللي هما رايحينها هيتحرموا من حقوقهم لأن هما معهمش ورق. عشان كده الدول الأفريقية بتحاول إن هي تقلل من ظاهرة الهجرة الغير الشرعية. طيب ده بقى عن طريق إيه؟ قال لك بقى عن طريق خمس حاجات. قال لك أول حاجة إن إحنا ننمي الاقتصاد ونوفر فرص عمل للشباب. تاني حاجة بقى إن إحنا نهتم بالتعليم المهني ونهيئ الشباب لسوق العمل. تالت حاجة نعالج الأزمات الداخلية والحروب برضه اللي بتحصل، هي دي اللي بتخلي الشباب تسافر لأن هي كده كده البلد خربانة، فخربانة هنا من خربانة برا ما اختلفناش. أربعة بقى بيقول لك نفرض عقوبات على أي حد بيحاول يسهل السفر بطريقة غير شرعية. خامس حاجة نوعي الشباب بخطورة الهجرة الغير شرعية والمخاطر اللي هيقابلوها. بس كده وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من